فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان اينما كنتم عبر قنوات الكأس الرياضية. نأتيكم هنا تحديدا من استاد خليفة الدولي في خامس لقاءات بطولة خليج 24 ضمن الجولة الثانية، اللقاء الذي يجمع ما بين المنتخب الأبيض الإماراتي أمام منتخب أسود الرافدين منتخب العراق. لقاء هنا نتحدث من خلال مشاهدينا الكرام عن صدارة هذه المجموعة الأولى بعد أن انتصرت العراق على الدولة المستضيفة قطر بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية هذا الملعب، واستطاع المنتخب الإماراتي أن ينتصر على المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى. أيضا هو مباراة اليمن الإمارات في الجهة اليسرى باللون الأبيض، لدينا محمد الشامسي حارس المرمى، المنهالي في الجهة اليمنى محمد خليفة مبارك بالرقم 12 محمد مرزوق الذي يعوض حمدان الكمالي. نقول له ألف سلامة، ألف لا بأس عليك إن شاء الله لحمدان الكمالي الذي أصيب في المباراة الأولى أمام اليمن وسيغيب طوال هذه البطولة عن تشكيلة المنتخب الإماراتي. إذا محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي هو اللاعب الذي يعوض حمدان الكمالي. يسجل لمصلحة المنتخب العراقي من خلال الكرة الماضية، استلام نقلة الله على تحرك من خلال هذه الكرة. يسجل الآباد شي علاء عباس، من علاء إلى علاء، من علاء إلى علاء، من الزهرة إلى عباس. يسجل، يضع العراق في المقدمة. نعم، العراق تتقدم عن طريق علاء عباس، أتى به إلى هذه المباراة ليسجل مارفيك. يا لها من بداية عراقية، وهنا لدينا الفرحة من البداية. نعم، من البداية الأولى، وهنا لدينا الكرة التي تأتي في وسط الملعب. حتى الآن لا خطورة إماراتية على مرمى العراق. هل يحدث هذا الآن؟ هنا مبخوت إلى خلفان مبارك، إلى مبخوت، كل العمل الله على كرة في الجهة اليمنى عرضية إماراتية. هل ممكن أن يحدث ذلك؟ لكن الكرة بعد ذلك أبعدت عن طريق أمجد عطوان. كرة في الجهة اليمنى، علاء مهاوي يلعب الكرة الأمامية، عطوان يحاول عادة الجهة اليسرى. لدينا رأسية تلعب بعد ذلك الكرة من سعد ناطق، كرة خطيرة للغاية لمصلحة المنتخب الإماراتي. وهنا لدينا خطأ وبطاقة صفراء على محمد حميد، بطاقة صفراء على محمد حميد على اعتبار بأن الكرة لامست يد محمد حميد. شوف، هذه هي علي صالح، مار خطيرة، والكرة الماضية التي وين الصدات. خلينا هذا علي صالح، قرار غير سليم ما يدبر من خلال هذه الكرة، والكرة التي تلعب من محمد حميد يلعبها وبعد ذلك يبعد الكرة لتصل عراقية إلى خارج أرضية الملعب. لدينا رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإماراتي. هذه الكرة الخطيرة التي لعبت وأبعدها محمد حميد، وبعد ذلك شوف الكرة تقول وكأن يعني ما شاء الله صدت بالعارضة، لكن بقبضة إيد محمد حميد يبعد الكرة الماضية. كرة منقولة في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب العراقي، رأسية لكنها أيضا تصل إلى علي عدالة، لا زالت خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي. ولدينا الله، لا يسجل للعراق إلا على، لن يسجل للعراق إلا على عبد الزهرة. رأسية الله علي
طريقة يجعل العراق بهدفين الآن مقابل لا شيء. الله على خبرة، الله على جماله، الله يا عراق، الله يا عراق. نعم يفرحونهم، يعلمون عن ذلك، يعرفون ذلك، يعيشون على ذلك. يستمد قوة المنتخب العراقي ويسجل لدينا ثاني الأهداف. هنا تتحول في الجهة اليمنى طارق أحمد، تصل عن طريق المنهالي. محمد يبحث عن كرة إلى مبخوت، مبخوت يسدد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. لا شك غياب عمر عبد الرحمن من الأسماء المؤثرة جدا، من الأسماء المؤثرة جدا. يعني عمر عبد الرحمن صاحب ال 56 سنة. لدينا كرة في الجهة اليمنى، محاولة الله على مرور من على أمهاوي، وهنا لدينا تدخل وبطاقة صفراء موجودة على محمد مرزوق. أمهاوي حاول المرور وبعد ذلك كانت العرقلة موجودة والبطاقة الصفراء حاضرة عن طريق ألكسندر بوكو الحكم البلجيكي صاحب ال 39 سنة. إن حدث ذلك لدينا الكرة التي تلعب خطيرة رأسية إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة الماضية، لعبت بصورة ممتازة. علي فايز كاد أن يفعل ذلك، علي فايز. نعم شوف قريب من علي فايز، الكرة من علي عدنان. نعم رأسية التي مرت تجاوزت العارضة إلى خارج أرضية الملعب. وبعد ذلك العودة لمصلحة المنتخب الإماراتي اللي عليه أن يسجل مبكرا في شوط اللقاء الثاني، وإن حدث ذلك فإن لديه الإمكانية بالعودة في شوط اللقاء الثاني. كرة منقولة في الجهة اليمنى الآن خطيرة إماراتية، كرة تلعب عالية على القائم الثاني، مبخوت محمد حميد يبعدها، وبعد ذلك الكرة تعود نعم في الجهة اليسرى. يوسف جابر لديه الكرة تصل، عبد الله رمضان يحاول يمر في الجهة اليسرى، علي صالح يلعب الكرة العرضية المثالية. شوف هذا علي مبخوت لكن محمد حميد، وبعد ذلك على ما يبدو بأن علاء مهاوي أبعد الكرة بعيدة تماما، مقصية في الجهة اليمنى للمنهالي أمامية. وصلت بعد ذلك خطيرة الكرة، وهنا لدينا محاولة لكن المساعد الثاني عمار تلفت. هناك لمسة يد نعم من خلال هذه الكرة، نعم واضحة تماما لمسة اليد على بندر الأحبابي من خلال الكرة. كرة إماراتية، الإمارات تبحث عن أول الأهداف، تسعى لذلك علي صالح. الله على تمريرة خلفان، يحاول تأخر خلفان، مررها خلفان والكرة عادت عراقية. على الزهرة بصدره يحول الكرة خطيرة بايش، لكن يا بايش هناك خطأ نعم موجود على إبراهيم بايش في وسط الملعب، خطأ في وسط الملعب. تحولت في الجهة اليسرى لمصلحة الإمارات. وصلت لدينا الآن يوسف جابر يلعب الكرة العرضية القوية، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية عراقية. 10 مرات تواجه الفريقان على مستوى بطولة الخليج، أول مرة كانوا في خليج 4. الإمارات أول فوز له. كرة لدينا عرضية الآن تلعب لكنها بعيدة. نعم ذهبت. أول فوز حققت الإمارات كان في خليج 21 على العراق. مثلا هذه الكرة العالية ما أعتقد، لا أرضية الملعب. لدينا كرة في الجهة اليمنى أو اليسرى، يوسف جابر، عادت صفاء هادي في وسط الملعب في لاعب واقع على أرضية الملعب، تترك نعم من علاء مهاوي للاطمئنان على صحة اللاعب يعني يوسف جابر اللي الحكم. كرة وصلت إلى يوسف جابر في الجهة اليسرى، تلعب أمامية خطيرة لمصلحة علي صالح. علي صالح يمر، لاعب الوصل لا زالت لديه الكرة، يحاول المرور. إماراتية تلعب خلفان مبارك، لكن من أمام خلفان مبارك، عادت مرة أخرى في وسط الملعب. تعود علي مبخوت اللاعب الخطير، وهنا لدينا علي عدنان
يبعد الكرة، والرأسية التي تصل في الجهة اليمنى وصلت إلى مهند علي في اللمسة الأولى. أن يعبر إلى الدور القادم. هنا لدينا كرة لمهند علي، ميمي 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 يسدد، لكن محمد الشامسي يتدخل في الكرة الماضية. بعد ذلك تحولت لمصلحة المنتخب العراقي. كرة في الجهة اليمنى، علاء مهاوي يمر بصورة ممتازة، من الأول عدة، من الثاني عدة، ولا زالت الكرة لعلاء مهاوي في الجهة اليمنى. ماذا تصنع يا مهاوي في الجهة اليمنى؟ الضغط الموجود، خلفان مبارك يمر بصورة ممتازة، هذه خطيرة، ولكنها بعد ذلك تبعد، تعود الآن مرة أخرى في الجهة اليمنى. يتحمل الدفاعات العراقية، تتحمل كل هذا الضغط، كل هذا العمل الإماراتي الذي يأتي من خلال الدقائق الماضية.